في موضوع آخر، صدر قبل قليل بلاغ من الديوان الملكي ذكر أن الملك محمد السادس تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدا عنها على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وفي هذا الإطار أصدر جلالته توجيهاته السامية إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار الملكي السامي. ويأتي هذا القرار تجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها الملك محمد السادس للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية. سنعود للموضوع في نشراتنا الإخبارية اللاحقة.